السلام عليكم، الناس ولات اللي كيشاهدوا القناة ديالي، كنتمنىكم إن شاء الله تكونوا بخير وفي أحسن حال. اليوم حبيت نشارك معكم هاد الدواء اللي الاسم ديالو فيناك بروموفارم 50 ملغ. هذا علاج فعال لآلام الروماتيزم، آلام المفاصل بسبب الهشاشة ديال العظام أو السياتيك يعني والالتهابات. راه زوين بزاف وفعال إذا كنتي كتعاني من الروماتيزم، يعني بشكل متكرر بسبب الالتهابات، ولا كنت كتعاني كذلك من تآكل في الغضاريف الذي ينتج عنه آلام متكررة في المفاصل وعرقلة تحركاتي بسبب هشاشة العظام الحادة. كيصلح لينا حتى الآلام الكتف، التهاب الأوتار، التهاب كيسي أو التهاب غشاء المفاصل، كذلك من التهاب المفاصل الناتج عن الترسب باللوري على سبيل المثال النقرس. فهذا راه زوين بزاف. الناس اللي عندهم الآلام ديال الروماتيزم كيجي من داك الحريق في المفاصل ديالهم، ولا يعني كيكون عندهم ديك الهشاشة ديال العظام، كذلك الناس اللي عندهم سياتيك والآلام ديالو، فهذا راه زوين وفعال. نساء الحوامل ما ياخدوش حتى يستشروا الطبيب. هذا فيناك بروموفارم 50 ملغ، مزيان بزاف. هو يعني فيناك بروموفارم 50 ملغ قرص صامد للعصارة المعدية، كما قلت لكم مضاد للالتهابات، مضاد للروماتيزم، وكذلك للناس اللي كيعانيو من ألم دم الحيض حتى هو راه مزيان ليهم. يعني فعال جدا للناس اللي عندهم آلام هشاشة العظام. وانتم عارفين الناس اللي عندهم هشاشة العظام كيفاش كتكون الآلام، كيفاش كيحسوا بها. أو عندك شي آلام في الكتف ديالك أو أسفل الظهر، الناس اللي كيضرهم الظهر ديالهم من تحت، فهذا راه مزيان وفعال. يعني خاص بالآلام أو الالتهابات، غشاء المفاصل كذلك. يعني مهم بصفة عامة الناس اللي كيحسوا بالحريق في المفاصل ديالهم بسبب البرودة، يعني روماتيزم، يعني يعني السياتيك حتى هو راه الناس اللي عندهم هذا المشكل تا هما راه كيكون عندهم واحد الآلام كثيرة. فهاد الدواء مزيان بزاف وفعال. فيها هاد الباكية 30 قرص، يعني كناخدو 2 مرات من بعد الأكل. زوين وفعال ولكن باستشارة طبية، ما نجيوش وناخدوه. بزاف تاع الناس كيقولوا لي انت كديري الدواء وكتقولي للناس خذوه. انا ماشي كندير الدواء وكنقول للناس خذوه، انا فعلا كنعطي فكرة على الدواء ولكن باستشارة طبية. يعني ماشي أو لما نبغي نشري من الفارماسيا نسول الصيدلي واش هذا يصلح ليا وكيفاش الاستعمال ديالو. يعني ماشي ناخد واحد الفكرة، ماشي غير شفتيه عندي في الانترنت تمشي تاخدو واش غيصلح لك ولا ما يصلح لك. كنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، واشتركوا مع الاهل والاصدقاء باش تنال الفائدة على الجميع ان شاء الله. والى اللقاء في فيديو قادم باذن الله تعالى.